السلام عليكم صبايا. اليوم بدنا نقدم مع بعض طبق البيض مع السجق المتوم الحار والخضروات. إن شاء الله يا رب ينال إعجابكم. السلام عليكم صبايا. بدنا نعمل طبق البيض بالسجق المتوم التركي. وأنا هنا قطعت السجق حلقات وحطيتهم بالمقلة بدون زيت بدون شي. طبعا نزل الفت اللي فيه. وهلأ بدي انزل شوية خضرة. انا عندي بصلة خضراء قرن واحد مقطع حلقات بدي انزله عليه. وبدي انزل فليفلة حمراء شايفين برضو هيك قد اصابع شرايح. وبدي انزل فليفلة صفراء، واذا عندي كمان فليفلة خضراء بكون حلو. وبندورة مش راح احط، بنحط كمان عليها بندورة خفيف يعني قد نص حبة، بس انا مش راح احط. ارجعهم تاني. طبعا السجق قلبته هيك صار معنا مشوي. السجق صار معنا ايش؟ مشوي. هلا بنقلبهم منيح مع بعض. وما بدي ما بدي الخضرة يعني تستوي، بس بدي اياها شوية مجرد انها تدبل. وبدي املحها شيء خفيف. وما ننسى انه بدي احط عليه بيض. هذا طبق سجق بالبيض، بالخضار بالبيض. هلا انا عندي كمان بدي احط شوية شطة. انا بحبها حارة، اولادي بحبوا الحار عادي ما بيأثر معانا. يعني هيك على طرف المعلقة هذا فلفل صيني حار، شطة ناشفة. وبدي احط كمان شوية ملح. وما ننسى انه الأكلة لسه بدي احط كمان شوية على وجه البيض، شوية صغيرة. هلا بقلبهم شوية صغيرة ثواني، يعني هيك 30 ثانية لدقيقة. احس انه دبل السجق الخضار دبله. وبنفقص عليهم البيضات. شو رايكم؟ اكلة لذيذة وما فيها زيت كثير، بس انا صراحة بحب طعم المارجرين بقلبها. كمان بدي اضيف لها مارجرين بس يدبلوا معايا هدول شوية، لانه المارجرين اذا حطيناه من البداية بينحرق. وهي خطوة هامة بالنسبة للزبدة والمارجرين، ما نحطها من البداية في هيك اطباق لانها حتنحرق. انا شفتها صراحة واحنا بهوتيل بتركيا قدامنا بيعملوه الطبق بحطوا زيت الف. بس صحي اكتر انه نعمل بمارجرين نباتي. ومش حكتر كتير، وهم بحطوا كتير زيت نباتي عشان ما يلزق بالطاسة يعني بالمقلة. انا مش راح احط كتير، راح احط معلقة. بعد هيك عادي يعني مش لازم ما تلزق بالطاسة، حتى يعني هي ما بتلزق. بس هم بحطوها عشان يقلبوها على الوجه الثاني، يعني اشي خفيف. شايفين زي هيك حطيت توبنات خفيف جدا، شايفين راقة صغيرة. وهلا بدي احط كمان وحدة يعني نص معلقة بدكم تقولوا. هلا تقريبا انا خلصت. خلي بس المارجرين يحمى شوية وبدي افقص البيض عليه. وهم بالمطاعم التركية والهوتيلات بيفقصوا البيض وبيخلطوه، بس انا مش راح اخلطه، بدي اخليه صحيح. هيك بكون جهز عنا. هفقص البيض. عشان هيك بدكم تعرفوا ايش النوع اللي انتم مستعملينه بالنسبة للسجق. ونيابة عنه بدكم تعرفوا قديش تحطوا ملح وفلفل اسمر، او انا حطيت فلفل حار. بهيك بنقدر، انا بالنسبة الي بقدر اغطيها
وخليها دقيقتين واشوفكم في مرحلة السكب. والسلام عليكم.